صباح الخير، ازيكم؟ انا سلوى والنهارده جايبه لكم طبق واكله غنيه بالطعم وكمان هتدفيكم في برد الشتاء اللي جاي وفي حله واحده بس. هنعمل بيف ستو او لحمه بالخضار. ما تنسوش تحفظوا الفيديو ده عندكم عشان هتحتاجوه في البرد. الاكله دي مشهوره في امريكا وبتتعمل في فصل الشتاء كتير جدا لانها زي ما بقول لكم هي بتدفي. وهنبتدي ونقطع اللحمة لمكعبات صغيرة. انا استخدمت القطعية بتاعتي كانت من الضلوع، تقدروا تستخدموا اي قطعية تاني. هي بقري. تبلتها بملح وفلفل توم بودرة وبصل بودرة، ونقلب كويس علشان بس تبقى ايه كده اللحمة كلها متغطية بالبهارات بتاعتنا. ونجيب حلة سخنة على النار نحط فيها قطعتين زبدة وشوية زيت بساط وننزل اللحمة. هندي للحمة تشويحة كده سريعة لغاية لما لونها يبقى بني، ونبتدي ننزل عليها بالبصل المفروم، نديها برضو تقليبة، وبعدين نحط التوم ونقلبهم كويس مع بعض عشان يتدخلوا، وبعدين نحط نص كوباية وسترشر صوص. وبعدين هننزل عليهم بالمية. انا خدت مني حوالي 8 كوبايات مية. الافضل ان احنا نحط كمية مية كفاية من الاول وتكفي لتسوية اللحمة والخضار للاخر، احسن ما نزود مية في النص وبالتالي يطلع طعم البهاريز اللحمة مش قوي. كمان حطيت معلقة صغيرة من البيكنج صودا ودي هتسهل في عملية تسوية اللحمة بسرعة. بنغطيها ونسيبها حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع، وبعدين بننزل بالخضار اللي هو بيبقى بطاطس وجزر وكراس. وطبعا الكميات من كل نوع دي ترجع لرغبتكم انتوا، ايه الخضار اللي بتحبوه اكتر من التاني. وعلشان الصوص في الاكله دي لازم يكون تقيل شويه، بندوب معلقتين كبار من النشا في نص كوبايه ميه ونحطها ونقلب ونسيبها تغلي شويه وهي هتتقل، فهتدينا الصوص التقيل اللي هو معروف في الاكله دي. ودلوقتي دي المرحلة ان احنا لو محتاجين نظبط الملح او لو المية قليلة وعايزين نزودها، ونغطي عليها ونسيبها تكمل تسوية. هي هتاخد حوالي نص ساعة لساعة الا ربع كمان عشان الخضار يستوي. بالهنا والشفا، وتتقدم سخنة وتدفينا في البرد.